الجمهور عاده بيبقى كده. يعني انت لو واحد مثلا مسك، لو المدرب بتاع فريقك مسك المهاجم قتله في منطقه الجزاء ومثل بجثته وقسم اطرافه على مدرجات الملعب ثم حرقه ثم رماه في البحر، انت هتقول ان دي لعبه عاديه. والعكس بالعكس. اللي حصل ان الموضوع بقى اوفر بالنسبه لي. انا شفت الموضوع اوفر. النصر مباراه الاتفاق في ضربه جزاء غريب جدا يعني ضربتين جزاء في لعبه واحده، الحكم ما حسبهمش. مباراه التعاون في حاجات فيها شك. انا رايي ان النصر كان ليه ضربه جزاء، بس يمكن يكون رايي غلط، مش متاكد. يعني في حاجات انا ببقى شايفها اكيد، وفي حاجات هقول لك اعتقد بس مش متاكد. يعني في مباراه التعاون مش متاكد، مباراه الاتفاق دي اكيد. مباراه شباب اهلي دبي دي فضيحه بقى. وبعدين الموضوع بدا ياثر عليا انا. يعني انت ما تيجي تقول لي مثلا هنفترض ان النصر خسر، والنصر كان قريب من انه يخسر مباراه شباب اهلي دبي، فانت قلت لي لماذا خسر النصر؟ النصر كان عنده عيوب في الملعب، كان عنده مشاكل في الملعب، بس لا، هو ما خسرش عشان كده، هو خسر عشان اتظلم. فساعتها يعني حتى يعني انت لو في خطأ تحكيمي، الخطأ التحكيمي وارد في اي مباراة، لكن خطأ 2 3 4 في شوط واحد على فريق هو نفسه تعرض لأخطاء في الماتشين اللي قبله، لا اوفر. الموضوع بقى اوفر. فانت ما تيجي مثلا، طبيعي جدا ان هيجي حد يسألك يقول لك ما هو السبب في تراجع نتائج النصر؟ هتقول له ان في مشاكل كذا وفي عيوب كذا، لان في عيوب كذا، بس هو الحقيقه ان في عيوب في الفريق اللي بيكسب كمان. السبب الحقيقي في التراجع هو ان الفريق بيتظلم. هل ده معناه ان كل فريق بقى هيتظلم بعد كده انا هتكلم؟ لا، لان انا اتعودت ان انا ما بتكلمش في الحكايه. طب ايه اللي خلاني اتكلم؟ لان انا شفتها اوفر جدا، اوفر لدرجه ان انا مش عارف اتكلم فنيا. يعني انا مش يعني اي كلام فني هيتقال كان بلا معنى. شوط فيه 3 ضربات جزاء، 45 دقيقه فيهم 3 ضربات جزاء. نتكلم نقول ايه بقى؟ يعني هل دفاع النصر كان فيه مشاكل؟ هل منظومه ضغط النصر ك10 لعيبه في الملعب فيها مشاكل؟ الحاجات دي فيها مشاكل، بس هي اللي خسرت؟ لا. لو كان خسر يعني هي اللي خسرت؟ لا، مش هي اللي خسرت. انا ابقى كذاب لو قلت ان خسر النصر بسبب كذا وكذا، لان المشاكل دي كانت موجوده، بس العنصر الاكبر والاكثر تاثيرا ان في 3 ضربات جزاء ما اتحسبوش في شوط، والراجل قام مكمل عليهم 2 كمان في الشوط الثاني تقريبا. فهنا طبعا انت اكيد هتسمع الكلام ده يقول لك بس انا قفشتك انت نصراوي. انا عارف كويس ان ده اللي هيتقال. انا ما بشجعش اي فريق، بس انا للاسف دي حاجه يعني مش هينفع اعمل تحليل دم مثلا فاجيب لك دليل علمي ان انا ما بشجعش اي فريق. انا بقول لك ما بشجعش اي فريق، وانت لك مطلق الحريه تصدقني او ما تصدقنيش. بس انا فعلا ما بشجعش اي فريق وانا مرتاح كده. يعني انا مبسوط مرتاح، ده مخلي نظرتي للامور اهدى واروق، وانا تمام التمام. انا كده تمام التمام، ما بشجعش اي فريق فمرتاح. ما بشجعش اي فريق مثلا، فجيت في يوم زي النهارده قلت اما نيجي نتفرج على متروفيتش، اتفرجت على الشوط الاول باين حسيت ان الماتش بقى سهل على تمام، اما نروح نشوف الاهلي لان هو 0-0. لو الاهلي متقدم 2-0 والاتحاد هو اللي 0-0 كنت اروح اتفرج على الاتحاد. ليه انا عندي الرفاهيه دي؟ لان انا ما بشجعش اي فريق. تمام. اما لو انت حسيت ان في حاجه معينه اتقالت، زي مثلا لما جيت في يوم قلت يا جماعه ما فيش حاجه اسمها السعر الرقم اللي بيدفع في لعيب هو الرقم اللي بتكسر بيه عقده. لا، انت بتكسر عقد اللعيب، تشتري عقده، ثم بتدفع له راتب. الرقم ده مجتمع، هي دي تكلفته عليك. ما فيش حاجه اسمها انا جبت لعيب فري يبقى اللعيب ده ما كلفنيش حاجه. لا، هو هيكلفك راتب، هيكلفك راتب. ولو الراتب ده كبير زي حاله رونالدو مع النصر اللي هي زعلت الناس مني برضو، قالوا عليا هلالي وقتها، فبتبقى المشكله ان كالعاده انت عايز تسمع اللي انت عايز تسمعه. اي حاجه تانية غير اللي انت عايز تسمعه بتؤدي ان انت تصنف الشخص اللي قال الكلام. يعني انا جيت قلت لك دلوقتي انا شايف والله ان النصر اتظلم تحكيميا جدا بشكل يخلي التحليل الفني نفسه يفقد معناه. ماتش الشباب اهلي دبي انت نصراوي تمام. طب انا لما جيت قلت لك ان صفقه، ان تكلفه اللاعب هي تكلفه كسر العقد زائد اللاعب على مدار سنوات العقد، انت هلالي وبتهاجم النصر وبتدافع عن وجهه نظر الهلال. طب انت طبعا قبلها كنت اتحادي. المشترك بين كل الحاجات دي ايه؟ يعني ليه انا قلت دي وليه انا قلت دي وليه انا قلت دي؟ لان ده رايي وده رايي وده رايي. المره دي جت على هوا فلان، المره اللي بعدها ما جاتش على هوا، جت على هوا التاني، المره اللي بعدها جت على هوا التالت. نتيجه ايه؟ نتيجه الصدفه. لو انت مش مصدق تمام، انت حر. ما انا زي ما قلت لك انا ما اقدرش. يعني ما ينفعش نجيب مثلا جهاز كشف الكذب دلوقتي اكشف او اعمل تحليل دم يثبت لك ان انا والله ما كنتش قصدي حاجه هنا وما كنتش قصدي. بس هو الموضوع كده. الصدفه كمان بتوصل بيك احيانا انك تتكلم 3 أو 4 مرات متتاليه عن نفس الفريق.
فالناس تعتبر ان ده مش حياد، انت المفروض تتكلم عن كل الفرق. لا، اصل احنا مش بنوزع فاكهه. يعني انا دلوقتي لو شفت حاجه انترستنج انها تتقال في فريق مثلا الهلال، حاجه انترستنج جدا انها تتقال، فحسيت ان انا عايز اقولها، قلتها. بعد شويه حسيت ان في حاجه انترستنج جدا في الهلال، هقولها. بعدين هحس ان في حاجه انترستنج جدا في الهلال، هقولها. الناس تقول لي لا، المفروض تقول بعد ما تقول على الهلال تقول على النصر. افرض ان انا مش شايف حاجه تتقال الناحيه الثانيه، او اللي يتقال الناحيه الثانيه انا قلته اوريدي، فمش لازم اكرر الكلام. فهو اللي انت بتسميه حياد، اللي هو زي ما نكون بنوزع الكلام، ده ياخد جمله وده ياخد جمله وده ياخد جمله، ده ياخد اشاده وده ياخد اشاده وده ياخد اشاده. ده لا، هي المساله مش كده. واللي بيعمل كده بيضحك عليك. اللي بيعمل كده بيضحك عليك. مش معقول انا مولود بعقل، العقل ده بيعجب بنفس الاشياء بالتساوي، او بيهتم بنفس الاشياء بالتساوي. لا، اكيد لا. فاجمالا يعني عشان نختصر هذه النقطه يعني، انا مش هتكلم في التحكيم تاني، لاني ما كنتش بتكلم اولاني، ومش هتكلم تاني. دي حاله خاصه جدا انا حسيت فيها ان فعلا ما فيش مجال للكلام. طبعا انا عارف ان كل كوره بعدين انت هتشوفها حاله خاصه وتقول لي يلا اتكلم زي ما اتكلمت، وانا الحقيقه ان انا مش هنصاع لهذا الامر. انا عارف ان انا هيتضغط عليا كتير في النقطه دي، مش عشان انا فلان يعني، لا، هي ده بيحصل مع كل الناس يعني. اول ما تقول ايه يقول لك طب كنت فين بقى. كان المفروض انت مثلا عشان تقول رايك في حاجه لازم تدي سجل ارائك في كل الاشياء اللي حصلت منذ فجر التاريخ. يعني انت مثلا لو جيت قلت انا شايف كذا، تعال استنى، ايه اللي انت شايف كذا؟ طب كنت فين لما حصل كذا؟ وكنت فين لما حصل كذا؟ وكنت فين لما حصل كذا؟ انا مره في يوم من الايام كنت بقول ان كوزمان كونترا مدرب الاتحاد السنه اللي فاتت، انا كنت شايف ان هو المفروض يعمل كده. طب كنت فين انت لما كان المدرب البرازيلي كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه اللي قبله؟ مش فاكر. كنت فين لما كان موجود وبتاع. كأن انت لازم عشان تقول رايك في حاجه لازم تدي سجل ارائك، تسجل تقول له مساء الخير، انا احمد عفيفي عام 1994 كان رايي مش عارف ايه. بعد ما خلص بقى خالص تبتدي تقول رايك بقى في الموقف اللي انت عايز تقوله. لا يعني الحياه قصيره يا جماعه. وده الحقيقه بينطبق، يعني ده بينطبق على كل حاجه في العالم. يعني انت مثلا تصحى الصبح تشوف تصرف بتاع حد، فتقول والله التصرف ده ما عجبنيش، تقول لي كنت فين انت لما فلان التاني اتصرف التصرف. لا، ما انا مش لازم اقول رايي في البشريه 7 مليار بني ادم عشان اقول ان في حاجه النهارده ما عجبتنيش. يعني مش لازم اقدم مذكره موقع عليها من 10 موظفين بتؤكد ان انا ما عجبنيش حاجات كتير على مدار ال 20 سنه اللي فاتوا، عشان يبقى مسموح لي اقول ان في حاجه حصلت النهارده مش عجباني. فالاشياء دي انا بشوف انها بتفسد النقاش وبتفسد البشر، يعني بتفسد الاعلاميين عموما. يعني لأن الاعلامي يبتدي يحس ان انا لو قلت كذا هيتقال لي طب كنت فين، طب مش عارف، ولو انا قلت كذا على النادي ده يبقى لازم اروح اقول جمله زيها على النادي التاني، ولو لازم اشتب حد هنا لازم اشيد بحد هناك. لا، ماليش في الكلام ده. وانا مش شايف ان الكلام ده ليه معنى، او بيوصل اي حد لاي حاجه. انا ما بشجعش حد. انت من حقك تصدق او ما تصدقش، بس ده اللي عندي يعني. انا ما بشجعش حد. انا بشوف، انا بقول الحاجات اللي انا بحس ان انا اولا بكون شفتها. يعني عشان اقول حاجه لازم اكون شفتها، لان في حاجات ممكن اكون ما شفتهاش اصلا. شفتها وشفتها واهتميت لدرجه حسيت ان عندي حاجه اقولها. في حاجات لما تشوفها ما عندكش حاجه تقولها يعني، او عندك حاجه بس قلتها خلاص انتهينا. طبعا اللي انا قلته ده ولا كاني قلته بس يعني انا عارف كويس ان ولا كاني قلته، بس يعني انا كده عملت اللي عليا. آه، خالد بيقول لي وفيها مكافآت التوقيع ايضا يا كابتن. ايوه صحيح. انت لو لعيب بينتقل احيانا فري ترانسفير بياخد سايننج بونص او مكافأة توقيع. المهم يعني بغض النظر ان انا عشان اجيب لعيب اكس لمدة 3 سنوات، فتكلفته هي تكلفة كسر عقده او السايننج بونص بلس العقد. لا، كل تكاليفه كله على بعضه. يتقال مثلا ان هذا اللاعب هيكلف النادي قد كده. طبعا قد كده دي مش لان حتى الرقم كسر العقد. يعني انا لو رحت اشتريت لعيب ب 30 مليون ما بدفعش 30 مليون مره واحده، بتقسط. بس انا بتكلم اجمالا، انا اشتريت الفلان الفلاني، اجمالي تكلفته عليا هو الرقم اللي كسرت بيه عقده او السايننج بونص زي ما خالد بيقول. صحيح. زائد الراتب اللي هياخده. افرض انا مثلا جايب لعيب فري ترانسفير، لعيب حر، بس انا بديله 50 60 مليون زي ميسي، زي رونالدو.
فميسي ورونالدو ممكن يبقوا مكلفين على انديتهم اكتر من لعيب تاني انت رحت اشتريته بفلوس، دفعت فلوس للنادي عشان تاخده. مش معنى ان يعني ما ينفعش تقول ايه ميسي انتقل الى انتر ميامي فري ترانسفير نقطه، يبقى هو كده راح ببلاش ما كلفهمش حاجه، او رونالدو راح النصر ما كلفهمش حاجه. لا، غير صحيح. بيكلفك ايا كان اللي انت دفعته زائد العقد. العقد بقى كبير قليل قد ايه انا ما اعرفش طبعا شروط عقد ميسي بالتفصيل او رونالدو بالتفصيل، بس انا بتكلم عن المبدأ يعني. سمعنا اخبار ان انت موجود في مجلس ادارة الزمالك القادم. غير صحيح. يعني غير صحيح، ومفيش اي نية عندي، وانا قلت رأيي في الموضوع ده مليون مرة قبل كده يعني ومثير بالنسبة لي بصراحة ان الناس لغاية دلوقتي لسه مش قادرة يعني، بس خلاص يعني كل واحد حر طبعا، وبالتوفيق يعني للجميع يعني. بس فيما يخصني انا، مش هتكلم عن اي حد تاني، فيما يخصني انا غير صحيح وما عنديش نية. ايه رأيك في تصريح مدرب الرائد؟ انا ما اعرفش ايه تصريح مدرب الرائد، ما شفتش تصريح مدرب الرائد. بيدري. بيدري قصة حزينة جدا الحقيقة، يعني قصة حزينة جدا. لعيب إمكانياته الفنية نادرة للغاية، بس طبعا زي ما كل الناس خايفة وأنا واحد منهم، يعني إنه يكون دخل في سلسلة من الإصابات المتكررة التي لن تنتهي. والحقيقة إن في علامة استفهام هنا برضو، يعني مش عايز أقول علامة استفهام لأن ما بحبش أفتي في حاجة مش فاهمها يعني. جهاز طبي أو كذا أو كذا أو الفيزيوز يعني كل الجهاز الطبي بقى بما فيه الفيزيوز والدكتور ومش عارف إيه وبتاع في برشلونة، لأن معدل الإصابات غريب جدا يعني. معدل الإصابات العضلية يعني مبالغ فيه. بس هو قصة حزينة جدا، لأن حاجة يعني بيدري لعيب ما فيش حد شبهه تقريبا، حاجة شبه تشافي وإنيستا مع بعض، شيء نادر يعني. فخسارة خسارة كبيرة يعني. إيجور مدرب الرائد: توظيف جيسوس مدرب الهلال أدى إلى استفادتنا من تقليل جودتهم، لن أعلق عليه احتراما لجيسوس الذي يملك تاريخا كبيرا. يعني أنا مش شايف إن ده كلام يعني يؤخذ بجدية شديدة يعني. يعني هو يعني في مدربين أحيانا، يعني كان في مدرب زمان بدون ذكر أسماء حب يعني دخل في مشكلة مع مدرب تاني، الكلام ده كان في مصر. مدرب اتخانق مع مدرب تاني، كان عنده مشكلة مع مدرب تاني، فطلع في المؤتمر الصحفي قال لك والله أول ما عمل التبديل الفلاني ريحنا. فاهم أنت اللي هو أنا عندي مشكلة مع، أنا ما أعرفش هو هل إيجور عنده مشكلة مع، أنا ما عنديش فكرة يعني. بس أنا قصدي إن تصريحات المدربين في المؤتمرات الصحفية أنا ما باخدهاش بجدية شديدة يعني. يعني بتبقى فيها سياسة أكتر ما فيها كورة. زي جوارديولا كده اللي هو أكتر مدرب أنا بحبه بيته في حياتي يعني، ومتابع، أنا بتابع مؤتمرات جوارديولا زي ما بتابع الماتشات، اللي قبل الماتش وبعد الماتش. ممكن تسألني عن أي جملة أفتكر لك هو قالها إمتى. تمام. ومع حبي الشديد لجوارديولا يعني معظم الكلام اللي بيقوله في المؤتمر بوليتكس. بوليتكس بيبقى حريص يعني. انت لو سمعت جوارديولا وهو مثلا تابعته في المؤتمرات هتحس، لو انت خدت انطباع يعني عن جوارديولا مما يقال في المؤتمرات، هتحس ان الانجليز دول هم عظماء الكرة وجنة كرة القدم، وان مش عارف يعني هتلاقيه بيأكد على حاجات انت عارف ان دي مش رأيه يعني. بس بوليتكس لازم يعني. فتوظيف جيسوس ايه هو توظيف جيسوس مدرب الهلال بقى الذي ادى الى مش عارف يعني عمل ايه جيسوس يعني؟ ادى الى تقليل جودتهم. يعني ايه هي الفكره يعني؟ يعني انا ما بحبش الكلام اللي هو مثلا المدرب الفلاني لم يقرأ الافكار. ايوه ماشي، ايه هي الافكار؟ المدرب الاعلاني وجد الافكار، تمام، ايه هي الافكار برضو اللي وجد يعني. او مثلا المدرب لعب بالطريقه المناسبه، ايوه اللي هي ايه بقى الطريقه؟ اصل لو على كده ما كل حاجه سهله. يعني انا النهارده مثلا قاعد بحلل مباراه الاتحاد والرياض اللي انا ما شفتهاش اصلا. نونو سانتو وجد الافكار ولعب بالطريقه المناسبه وانتزع الفوز. شكرا. كان هتلاقي كلام مناسب ماشي عادي، بس ايه هي الافكار وايه الطريقه المناسبه؟ محدش يعرف. في ناس كده يعني انا طبعا ما بقولش دايما ما بذكرش اسماء يعني للتسهيل الامور. بس في ناس قعدت مثلا بالثلاث سنين
المدرب اللي كسب وجد الافكار والمدرب اللي خسر لم يجد الافكار. نفسي اعرف ايه هي الافكار بس اللي ده لقاها وده ما لقاهاش، ما اعرفش. فما عنديش تعقيب على زي برضو كان في تصريح مش فاكر مين اللي قاله يا ربي، قال لك احنا اتمرنا 5 ايام وعملنا نتيجه كويسه، هم اتمرنوا مش عارف 20 يوم فعملوا مش عارف ايه، والناس كلها كانت فرحانه جدا. مش فاكر مين اللي قالوا اكرم عفيف تقريبا لعيب السد، مش عارف مع احترامي، لكن احنا اتمرنا باين 5 ايام بس وهم اتمرنوا مش عارف ايه. طب ماذا يعني هذا الشيء؟ مش فاهم يعني ايه. طب انت لو متمرن 5 شهور وجيت لعبته هتكسبه؟ لو انت اتمرنت 5 شهور وجيت لعبته 10 مباريات، يعني مثلا تعالى نفترض ان السد اتمرن جايين في نص الموسم وراح لاعب الهلال 10 مباريات، هيكسب كام مباراة منهم؟ يعني الكورة ما هياش يعني مش ماثيماتكس، يعني مش رياضيات، يعني اللي هو ما دام انت طلعت بالنتيجة اللي انت عايزها يبقى انت حتما كنت صح وهو حتما كان غلط وانت حتما احسن منه. في ظروف كتير بتحصل في الجيم، لكن عادة الناس بتاخد النتيجة اللي انتهى عليها الجيم وتبني عليها قوانين. ما دام ده كسب ده يبقى ده كان صح، ده كان، وما دام اللي ما كسبش ده ما دام اللي خد النتيجه اللي هو عايزها اتمرن 5 ايام يبقى يا سلام. ده لو كان اتمرن بقى 20 كان كسر الدنيا، لو كان اتمرن 50 كان يا سلام كان ده شملهم، لو اتمرن 3 كان كسبهم 10-0. ده مش حقيقي. معظم تصريحاتنا بعد المباراه هي يعني طبعا كل واحد حر، بس انا ما باخدهاش بجديه شديده يعني. طبعا لو انت عايز تاخدها بجديه شديده كل واحد حر، يعني انا بقول لك رايي انا. اه الناس كلها بعتلي تصريح مدرب الرائد، اخويا ما انا قلت رايي فيه يعني. وبرضه انا ما بفهمش من وجهه نظر المدرب. افرض يعني افرض انت انتظرت حاجه وهو نزل قدم عمل حاجه تانية. يعني انت انتظرت مثلا ان كانو وبرونو كانو وروبن نيفيش وسافيتش هيبقى خطر في البوكس بتاع، اما هو نازل لعب ب2 اجنحه وسافيتش كان متاخر، فانت حسيت ان ده كان اسهل فريقك. هل ده معناه ان هو لو لعب كده تاني بالتاكيد برضه هيبقى اسهل على فريقك؟ يعني انتوا لو اتقابلتوا تاني في الجوله، لو نفترض ان المباراه دي مش النهارده، المباراه دي مثلا بعد ما نفس الفريق ده لعب مع بعضه 5-6 ماتشات وانت لعبت في الجوله الثامنه مثلا، هل كنت هتقول نفس الكلام؟ هل تضمن النتيجة تطلع بنفس الشكل ولا أدائك هيبقى بنفس الشكل؟ بس هو زي ما قلت احنا بنشوف النتيجة طلعت ايه، ولو ان النتيجة اصلا انت خسران، ما هي دي مش يعني، ما هي دي برضه المشكلة يعني. وانت خسران اساسا. هو الماتش انتهى كام بالظبط؟ عشان انا 4-0. طب يعني هو ريحك وكسب 4، طب لو ما ريحكش كان عمل ايه طيب؟ يعني هو ريحك وكسب 4 او ما استفادش وكسب 4، طب لما ما يعني لو ازعجك كان الموضوع هيوصل لفين؟ انا ما بحبش يعني ماليش في القصة دي قوي بصراحة. تأثرات النصر حتى الآن، هل متبقي له أمل في الدوري؟ متبقي له أمل. الدوري لسه بدري بس بالتأكيد النصر يعني بقى أبعد. النصر فارق 6 نقط دلوقتي عن 6 نقط ما قبل بداية الجولة يعني، عن الاتحاد والأهلي، و4 نقط عن الهلال. يعني مش كتير قوي بس مش قليل برضه، باعتبار ان منطقيا طبعا محدش يعرف اللي هيحصل، بس منطقيا معظم فرق الصندوق بالذات الرباعي الاول هيبقى صعب يخسر نقط، فالنقطة بتمنها يعني. ما رأيك بتصريح في حد بياخد رأي بوست اتكتب النهارده من عضو مجلس إدارة أحد الأندية، يعني بيقول إن مشكلة مصر الوحيدة ما علينا يعني يعني بالتوفيق يا جماعة، بالتوفيق يعني. شيء بديهي بصراحة. يعني أنا قعدت قريت البوست بعدين جبته يمين كده شوية، بعدين تلف الموبايل شمال شوية، قلت طب يعني قلبت الموبايل خالص، قلت يمكن يعني باين لا فعلا اللي أنا قريته ده حقيقي يعني. حاولت أدور على الخدعة بس مفيش خدعة، يعني ده حقيقي. فكل التوفيق. آه، ما عنديش اي اخبار عن، بصوا يا جماعه يعني انا مصري وصلاح مصري، ده مش معناه ان انا عارف صلاح هيجي ولا لا يعني كون ان احنا الاثنين بنحمل نفس الجنسيه ده لا يعني ان انا عارف صلاح هيجي الاتحاد ولا لا. ما عنديش فكره، عشان ناس كتير بتسالني هيجي ولا لا.
معلومه، بتسال عن معلومه، انا ما عنديش المعلومه. يعني انا وهو بنحمل نفس جواز السفر، لكن يعني مصر فيها 100 مليون، انا ما اعرفش كل المعلومات عن 100 مليون لمجرد ان انا وهم مصريين. فما عنديش فكره، فعلا ما عنديش فكره خالص يعني. او تاني صلاح بيجي ما اعرفش. ديكلان رايس. ديكلان رايس واضح ان هو اصبح البيفوت الاساسي في ارسنال. ال- كان صليبه جات له اصابه، فبين وايت انضم لخط الدفاع، وبقى توماس بارتي هو اللي بيلعب باك يمين، وانفيرتد بقى، انفيرتد فول باك، بيلعب باك رايت وبيضم من نص الملعب عشان يرجع مركزه الاصلي. لكن في الحاله الدفاعيه بيرجع تاني فول باك، اللي هي نفس الفكره كان بيعملها كانسيلو، كان بيعملها كايل ووكر، بيعملها كل الناس. واللي هو جوارديولا النهارده بقى قام عامل حاجه مختلفه شويه، مش مختلفه يعني. هو كان بيلعب جون ستونز قلب دفاع وانا مش معايا الكوره، ولاعب وسط ملعب وانا معايا الكوره. السنه دي بيعملها باكانجي، او السنه دي عملها ماتش نيوكاسل باكانجي، ان وانا مش معايا الكوره اكانجي قلب دفاع، وانا معايا الكوره اكانجي في وسط الملعب. طب مين اللي بيضم؟ اللي بيضم جفارديول. فوانا مش معايا الكوره جفارديول ليفت، جنبه اكانجي، جنبه دياز، جنبه ووكر. ده وانا مش معايا الكوره وانا بدافع. وانا بهاجم لا، دياز وجنبه جفارديول، وقدامهم ثلاثه، بدل ما كانت السنه اللي فاتت 3-2 3-2-5، السنه دي بقت 2-3-5. مش السنه دي، سوري، ماتش نيوكاسل، مش عايز احكم على ماتش نيوكاسل باعتباره هو اللي هيحصل السنه دي، بس اللي حصل في ماتش نيوكاسل كان بيلعب 2-3-5 مش 3-2-5، في وقت ما هو معاه الكوره 2-3-5. جفارديول ودياز قدامهم كان اكانجي و و ورودري، على دماغي بدأت تضرب وكوفازيتش. ايوه ثلاثه، ثم قدامهم خمسه، الخماسي بقى المعروف قدامي يعني. السنه اللي فاتت كان معظم الوقت كان بيبقى 3-2-5 مش 2-3-5. هل ده هيستمر ولا لا؟ الله اعلم. طبعا مع جوارديولا ما تقدرش ابدا تثق في اي شيء، كل شيء ممكن يتغير. بس هو اكانجي كان بيعمل حاجه شبه اللي بيعملها جون ستونز السنه اللي فاتت، لكن ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين، اعتمادا على انه لما هيطلع جفارديول اللي هو الباك ليفت هيضم، يبقى هو كانه قلب دفاع في اللحظه دي. فانت في لحظات في الجيم هتقول جفارديول هو قلب الدفاع، هي اللحظات اللي مانشستر سيتي معاه الكوره. لما بيفقد الكوره تكتشف ان لا، قلب الدفاع هو اكانجي وجفارديول هو باك ليفت. رايك في لابورت؟ لابورت مدافع مميز جدا كامكانيات، كامكانيات واحد من اميز المدافعين في اوروبا. مشكله لابورت ان هو في الماتشات الكبيره مع مانشستر سيتي، طبعا انا مش بقى يعني مش عايز اقول في الماتشات الكبيره وكانه دي حاجه في الدي ان اي بتاعه بقى مستمره معاه طول عمره وهتفضل مستمره معاه الى الابد وبتاع. بس هو حظه كان سيء جدا ان في ماتشات كتير مهمه لمانشستر سيتي هو اخطا فيها اخطاء فادحه، والاسوأ ان الاخطاء دي لم يتم تداركها في الجيم. بمعنى لو انا مدافع وارتكبت خطأ لكن الفريق طلع كسبان بتعدي، عادة بتعدي. لكن لو انا مدافع وارتكبت خطأ وكان الخطأ ده هو عنوان الهزيمة او سبب مهم من اسباب الهزيمة، فما بيعديش. فلابورت ليه ايام، يعني ليه ايام صعبة جدا. يعني مثلا لابورت مرة سيتي بيلعب توتنهام، اول 10 دقايق عمل خطأين بجونين، سوء حظ برضو غير عادي. يعني انا ممكن اعمل غلطة بس في الاخر الفرصة تتحول الى فرصة والفرصة تضيع. لا، هو لابورت كان سوء حظه انه الخطأ جول، خطأ تاني جول في 10 دقايق 2-0. مباراة سيتي وريال مدريد السنة مش اللي فاتت، اللي قبلها، اللي فاز فيها ريال مدريد، المباراة كان فرق 2 لسيتي، كانت أقرب لسيتي، فجأة الكرة بتتلعب بالعرض، ما هو مش مضطر أبدا، فرد دراعه وجت في إيده ضربة جزاء حطها بنزيما، انتهينا. انتهينا بقى فرق واحد، وانت رايح البرنابيو بقى اللي هو الله أعلم إيه اللي هيحصل هناك. وفعليا اللي حصل هناك هو الشيء اللي بيحصل برضه كل مرة، إن مدريد كان كويس، اللي هو تشامبيونز ليج 2022، اللي هي مدريد ما كانش فيها بيعترف بأي شيء. يعني مش مهم مين أحسن، مش مهم مين مستحوذ، مش مهم مين عامل خطورة، المهم إن أنا هكسب. فانت كنت بتحاول تبعد شويه عن الاشياء دي بانك موسع الفرق لفرق هدفين. لابورت عامل كارثه، وكارثه ما كانش مضطر خالص، ضربه جزاء هوب خلصت. هل ده معناه ان لابورت هيفضل كده طول عمره؟ وكان كده طول عمره وهو مكتوب على وشه؟ يعني لو حللت دمه هينزل في الجينات بتاعته ان هو عنده مشاكل في الماتشات الكبيره؟ لا. بس هو كان سيء الحظ ان في كل مره اخطا. واعتقد ان كان عنده برضه خطا بس ده عدى بقى في ماتش استون فيلا، ماتش الدوري، لما كان سيتي متاخر 2-0 ورجع النتيجه 3-2، بتاع الماتش بتاع جوندوجان.
لكن لابورت على مستوى الامكانيات واحد من اميز المدافعين، فعلا من اميز وبالكوره خرافي خرافي. جيماريش الى ليفربول، معرفش دي معلومه ولا، انا ما سمعتش حاجه عن ان برونو جيماريش رايح ليفربول. ده ايه ممتاز طبعا، بس ما سمعتش ان هو رايح ليفربول، ولو ان ليفربول محتاج حد يعني في المكان ده جدا يعني بعد خروج فابيني. طالما ان الشخص يتغير تفكيره كل فتره، هل يوجد شيء اسمه احلام؟ عبد الله، انا ما فهمتش ايه العلاقه بين السطر الاول والسطر الثاني. طالما ان الشخص يتغير تفكيره كل فتره، هل يوجد شيء اسمه احلام؟ ايه علاقه دي؟ ما فهمتش. ممكن توضحها لي تاني يا عبد الله؟ انا اسف، يعني الانسان بيتغير تفكيره كل فتره، تمام انا موافق. وبالتالي ياتي السؤال بقى، هل يوجد شيء اسمه احلام؟ ما اعرفش ايه علاقه السؤال مثلا النقطه الاولى انا متفق معاه فيها، السؤال الثاني ما اعرفش ايه علاقته بالنقطه الاولى، فيا ريت لو توضح اكتر لان عندي وهم كده ان انت قاعد بتتكلم في الضلمه. عبد الله انا بقول تخش تنام، يعني انا رايي الصادق والمخلص ليك انك تخش تنام. تصبح على خير يا عبد الله. Your thoughts of Cancelo to Barcelona. اوكي، كانسيلو كظهير هجومي هو واحد من افضل الاظهره الهجوميه في العالم، ده شيء يعني انا يعني مقتنع بيه جدا، يعني من افضل الاظهره الهجوميه في العالم. السؤال هنا هو برشلونه هيلعب ازاي؟ لان خلينا ناخدها في احتمالين. لو برشلونه هيلعب 4-3-3 فكانسيلو لعيب هيبقى مفيد جدا، تمام. لكن اللي بيحصل في برشلونه من النص الثاني من الموسم اللي فات وحاليا هو انه ما بيلعبش 4-3-3، بيلعب 3-2-3. لو نفتكرها السنة اللي فاتت كان اللعيب اللي في القلب كان بيبقى أراوخو، على شماله كريستيانسن، على يمينه كوندي. طبعا دي اتعكست، بس انا بتكلم على السنه اللي فاتت، اراوخو يمينه كوندي، شماله كريستيانسن، قدامه اتنين بوسكيتس وديونج، قدامهم اتنين جابي وبيدري، اقصى اليمين ديمبلي، اقصى اليسار بالدي، وفي الامام ليفاندوسكي. اوكي، ايه اللي حصل السنه دي؟ اولا ان اراوخو بقى هو اللي ناحيه اليمين وكوندي بقى هو اللي في العمق، بس ده تغيير مش محوري، احنا لازلنا نفس الشكل. اصبح قدامهم و روميو وديونج، قدامهم جابي وبيدري، او بيدري وجوندوجان نفس الشيء يعني. وعلى اليمين رافينيا قبل الطرد اللي هو بقى يمين لامال لما لعب مكانه، وعلى الشمال برضو بالدي، وقدام ليفاندوسكي. الطريقه اللي انا بتكلم عنها دي ما فيهاش اصلا ظهير ايمن، ما فيهاش شيء اسمه ظهير ايمن غير في الحاله الدفاعيه بس. في الحاله الهجوميه بيبقى في اتنين فاتحين عرض الملعب، الجناح اليمين اللي هو رافينيا او ديمبلي السنه اللي فاتت، والظهير الشمال اللي هو بالدي. مفيش في هذه الطريقه ظهير ايمن اصلا، لا يوجد. حتى اللي بيلعب وكانه ظهير ايمن هو اصلا قلب دفاع، اللي هو كوندي السنه اللي فاتت او اراوخو السنه دي. فانا ما اعرفش كانسيلو لو جه هيلعب فين، الا اذا ان تشافي عايز يلعب 4-3-3، يبقى هنرجع تاني بقى نلعب عادي جدا ببيفوت، هيبقى روميو مثلا وقدامه اتنين وليكن مثلا ديونج وجوندوجان او جابي او حد فيهم، المهم ان روميو معاه اتنين، ويبقى عندنا جناح ايمن اللي هو مثلا رافينيا، وجناح ايسر معرفش ساعتها هيبقى مين. ممكن ساعتها هو ده يبقى كانسيلو مثلا، ساعتها تلعب بكانسيلو جناح ايسر مثلا، او هتلعب بيه ظهير ايمن وتلعب مثلا اللي كانسيلو. 3-2-2-3 اللي لعب بيها تشافي السنه اللي فاتت وبدا بيها السنه دي ما فيهاش مكان لكانسيلو كظهير على الاقل. ممكن يكون هيستخدمه في مكان متقدم شويه، ممكن يلعب بيه وينج ليفت، ممكن يكون بيفكر يلعب بيه وينج ليفت، ودي حاجه هتبقى يعني محتاجه تتشاف اكتر عشان يتحكم عليها يعني. صباح الخير، رايك باول مشاركه لمتروفيتش مع الهلال، وهل هو ضاله الهلال، وهل ستكون ثنائيه تمباكتي وكوليبالي مميزه في قياده دفاع الهلال؟
متروفيتش مهاجم بروفن، يعني مهاجم موثوق. متروفيتش مهاجم مهم في البريمير ليج. فولهام نزل الشامبيونشيب، كان هداف الشامبيونشيب بفارق ضخم. طلع بريمير ليج، لازال بيسجل بمعدلات جيده جدا في البريمير ليج. مهاجم مضمون، سنه مش كبير كمان. مهاجم مضمون، يعني مهاجم تقدر تعتمد عليه ده بشكل واضح، يعني مسألة ما فيهاش خلاف. تمباكتي وكوليبالي في ظني يقدروا يعملوا ثنائية غير عادية. تمباكتي لعيب هايل، يعني تمباكتي لعيب خرافي، يعني مش عايز اقول ان هو زي الاجانب، هو افضل من بعض الاجانب. واظن ان هو لو رجع من الاصابة ولعب بشكل مستمر ممكن يبقى افضل مدافع في الدوري بالمحليين بالاجانب. لعيب يعني صفقة استراتيجية يعني اللي عملها الهلال دي، صفقة استراتيجية. لعيب سنه ممتاز في مركز مفيش لعيبة كتير فيه مميزين. لو طبعا كل شيء خاضع للظروف، ممكن تجيله إصابات مثلا لا قدر الله، ممكن، لكن لو في الظروف العادية الهلال كسب لعيب مهم جدا لسنين طويلة قدام. كوليبالي برضو لو مفيش إصابات، لأن كوليبالي كان جاي من موسم كان فيه إصابات وبدأ بإصابة مع الهلال. في الحالة الطبيعية هم ثنائية ممتازة يعني، ما فيهاش كلام يعني. آه تقرير خاص مراسل كذا يؤكد ان النجم المصري محمد صلاح اعطى تمام. بصوا يا جماعه، انا اقول لكم انا بعمل ايه. طبعا ما حدش ملزم يعمل زيي، بس اقول لكم انا بعمل ايه. انا ما بركزش مع اي اخبار في الانتقالات ليها علاقه باعطى موافقته، بدا المفاوضات، رفع السماعه، دخل الحمام، بيتعشى دلوقتي، هيجاوب، اصبح قريبا، اصبح بعيدا، بنسبه 80%، بنسبه 83%، بنسبه 84%، بنسبه 92% هيلحق طب المنصوره. ماليش في القصص دي. انا بعرف في انترست، خلاص انا كده عرفت ان في انترست. في توقيع، عرفت ان في توقيع. اي حاجه بتحصل في النص انا ما اعرفهاش ومش عايز اعرفها. وقد شوهد وكيل مش عارف مين يركب الطياره المتجهه الى مش عارف ايه، ماليش في القصص دي. بحس انها تضييع وقت على الفاضي. فانا دلوقتي عندي معلومه ان في انترست، الاتحاد عايز صلاح، وبما يبدو يعني ان الموضوع مش مقفول، لان لو مقفول كان طلع تصريحات رسميه ان الموضوع مقفول وخلصنا. لكن تقارير تؤكد انه اعطى الموافقه، تقارير اخرى تؤكد ان هناك مش عارف جلسه بعد غد بين ما بتابعش اصلا الحاجات دي. مش بقول لك بصدقها ما بتابعهاش اصلا. انا اعرف ان في انترست، اعرف ان في توقيع، بس دول المعلومتين الوحيدتين اللي انا بهتم بيهم يعني. لو انت عايز تعمل زيي وتشتري وقتك وتشتري اعصابك وتشتري دماغك وتشوف حاجه مفيده تعملها لغايه ما الصفقه تخلص، انت حر. لو انت حابب تتابع وتشوف وتخش على التراكنج بتاع الفلايت وتشوف الطياره وصلت لغايه فين وبتاع وهذه الاشياء، برضه انت حر. كل واحد يعمل طبعا الشيء اللي بيريحه. دي في الاخر كوره يعني، ما هياش لعبه ترفيهيه يعني، فكل واحد يعمل اللي يريحه يعني. عبد الاله العمري. جمهور النصر عنده عاده كده. اخر سنتين ثلاثه لازم كل فتره يبقى في شخص هو المتهم المسؤول عن كل مشاكل العالم. الفتره دي في وقت من الاوقات كان ماضو مثلا. ماضو ده اللي هو لو الدنيا حر ماضو السبب، طريق الملك فهد زحمه، ماضو السبب، مش عارف حصل ازمه اقتصاديه في دول البلقان ماضو السبب. دلوقتي العمري خد وتاليسكا، بس العمري اكتر. العمري لعيب كويس، مدافع بوتنشال كويس جدا، بوتنشال. يعني هو مش ما بقاش لسه لعيب كبير، بس هو يقدر يبقى لعيب كبير. المشكله ان العمري مر بمرحلتين المعتادتين في النصر. اولا اتضخم جدا فوق مستواه، ثم اتخسف بيه الارض. يعني هو لا كان يستحق هذه الاشاده ولا حاليا يستحق هذا النقد. زي مين؟ زي حمد الله. لما حمد الله في وقت من الاوقات كان هو اهم من اي حاجه، بعدين فجاه بقى حمد الله اسوأ شخص في العالم. زي مين هتلاقي المساله دي متكرره. في عمليه اشاده مبالغ فيها لا يستحقها الشخص، ثم عمليه انتقاد مبالغ فيه لا يستحق الشخص. دايما العلاقه بيبقى فيها شكل ضخم جدا من اشكال التطرف، سلبا او ايجابا، بتخلي العلاقه صعبه تستمر بشكل صحي. يعني العلاقه الصحيه هي العلاقه اللي فيها شيء من التوازن. يعني انت بتدي اللعيب حقه لكن مش على حسابك انت كنادي بس.
بتدي اللعيب وضعه وبتدي اللعيب نجوميته وكذا وقيمته، بس مش على حساب الكندي، ومش بتكبره على المجموعه او بتكبره على زمايله او بتدي له اكتر مما يستحق. لو انت على اقصى يمين او يسار هذه النقطه فانت متطرف يعني، والتطرف لا يصل بالعلاقه للاستمرار. عشان كده هتلاقي معظم اللعيبه اللي جمهور النصر بيحبهم جدا بيرجع يزعل منهم جدا او ينقلب عليهم، يعني مفيش علاقه طويله مستمره. يعني مين هو اللعيب الثلاث اربع سنين الجمهور بيحبه عادي او راضي، مش لازم يكون بيحبه يعني عامله احسن لعيب في العالم، لا، راضي عنه. صعب تلاقي واحد، اما بيتم تضخيمه ثم خسف بيه الارض، او العكس، خسف بيه الارض ثم تضخيمه. فمادو كان احد ضحايا النقطه دي، العمري هو الضحيه الحاليه، تاليسكا في وقت من الاوقات، وهكذا. لكن هل العمري مدافع سيء؟ العمري بيمر بفتره سيئه، بس هو مش مدافع سيء، مش مدافع ممتاز، بس مش مدافع سيء. انا ليه قلت مش مدافع ممتاز؟ لان في ناس اول ما تساله مثلا تقول له او يجي يسالك مثلا يقول لك هل اللعيب ده لعيب سيء؟ تقول له لا مش سيء. يعني انت شايف احسن لعيب في العالم؟ لا انا ما قلتش انه احسن لعيب في العالم. انت قلت لي هل هو لعيب سيء؟ قلت لك لا هو مش لعيب سيء. الافتراض الثاني ده انت اللي جبته من دماغك. اوكي. مانشستر يونايتد، انا الحقيقه ما شفتش مانشستر يونايتد كفايه السنه دي. يعني شفت جزء كبير من ماتش، مش كبير، لا جزء يعني من ماتش توتنهام، وما اعتقدش ان انا كنت مركز قوي لدرجه تخليني ابني راي في اللي بيحصل. يعني كنت بتابع الجيم مش بتفرج عليه مشاهده يعني مركزه، كنت بتابع الجيم في ماتش توتنهام. وماتش فولهام ما شفتوش اصلا، فما عنديش اي حاجه اقولها عن يونايتد، ما عنديش شيء يتقال يعني. لو حد تاني شاف الماتشات ممكن يبقى هو عنده راي افضل، او يبقى عنده راي اصلا، لان انا ما عنديش راي في برشلونه. نفس المشكله يعني، نفس المشكله، احنا اتكلمنا في الموضوع قبل كده، نفس المشكله. برشلونه بتشعر في اوقات وانت بتتفرج على الجيم، هو مبدئيا هو مباريات الليج عموما تشعر دايما انها ابطا بكتير من مباريات البريمير ليج مثلا. بس المشكله في ماتشات الليجا بتاعت برشلونه بالذات حاجتين متكررتين على الاقل في اول ماتشين، انا ما اعرفش ده هيستمر ولا لا. اولا، في عنف غير عادي تجاه برشلونه في اول ماتشين، وانا مش متاكد هل العنف ده بيحصل في كل الماتشات ولا لا، انا ما شفتش كل الماتشات، بس في عنف غير عادي، عنف غير مبرر، اللي هو لمسه اتنين فاول، لمسه اتنين فاول. وحاجه من عجائب الكون يعني ان ماتش برشلونه وقادش ده لعيبه برشلونه خدوا فيه انذارات اكتر من قادش بسبب الاعتراض على العنف. فخرجنا من الجيم برشلونه عنده 4 انذارات، قادش عنده 3، شيء يعني لا يصدقه عقل يعني. الحاجه الثانيه ان برشلونه بقى عنده اعتماد شبه كامل في مرحله تطوير الهجمه، مش كامل بس اعتماد كبير، ان الاثنين اللي فاتحين عرض الملعب اللي هم يمين لمال وبالدي هيعدوا واحد لواحد. يعني انت ما بتشوفش، يعني انت لما بتتفرج مثلا على مانشستر سيتي بالذات، مانشستر سيتي هو اكتر فريق في العالم مميز في النقطه دي، لما يجوا يعملوا وينج اتاك، لما بيهاجموا اي خصم من طرف من اطراف الملعب، بتلاقي دايما اتنين تلات لعيبه وفي جمله مركبه بينهم، مش جمله يعني حاجه محفوظه، بس في تركيبه بينهم، واحد اتنين تلاته، بعدين واحد منهم هو اللي بيتحرك، بنرمي له الكوره هو ده اللي هيخش جوه البوكس او هيلعب العرضيه او كذا. يعني تلاقي دايما المساحه اللي فيها مثلا كايل ووكر ومعاه محرز لما كان محرز موجود ودي بروينا، الثلاثه دول هتلاقيهم مشتركين في الهجمه مع بعض. في الاخر واحد فيهم بيهرب بالكره، طبعا المرشح الاول هو بيكون دي بروينا، لو لداخل، لو لخارج الملعب، لو لداخل الملعب المرشح الاول بيكون محرز. يعني لو في حد هيقطع الملعب بالعرض غالبا هيكون محرز، لو حد هيقطع الملعب بالطول عشان يلعب عرضيه غالبا هيكون دي بروينا. بس في ثلاث لعيبه مشتركين في هذه اللعبه، واحيانا بينضم لهم برناردو مثلا، ينضم لهم كذا، تمام. في برشلونه لا، في برشلونه انت بتاخد الكره، الوينج اتاك هو انك بتدي الكره مثلا يمين لمال وهو بيعدي، او لديمبلي السنه اللي فاتت وهو يعدي، لو ما عداش خلاص ما عملناش حاجه. الناحيه الثانيه بتودي الكره لبالدي وبالدي يعدي، عدى بقى عندنا هجمه، ما عداش بالدي ما عندناش هجمه. مفيش الروتيشن، وينج روتيشن ده بتاع اتنين تلات لعيبه متمركزين بشكل معين وفي شيء ما بيحصل بينهم لخلق ثغره. مفيش نقطه جماعيه لخلق ثغره على اطراف الملعب. اطراف الملعب معتمده بالكامل ان في لعيب هيعدي واحد لواحد، لو عدى واحد لواحد بقى عندنا، ما عداش ما عندناش. فانت ده بيساهم اكتر في بطء الجيم، غير بقى الخشونه والفاولات الكتيره وبتاع، ان الكره دايما انت بتقعد تمرر مجموعه تمريرات عشان تخلي المساحه على اطراف الملعب، تحط هذا اللاعب في موقف واحد على واحد. اديته الكوره ما عرفش يعدي، مفيش بقى مثلا كومباينيشنز، مفيش تمريرات، لا هيقف هيعدي، ما عرفش يعدي هيقوم واقف وراجع ورا تاني. هتقوم انت تاخد الكوره مغير اللعب الناحيه التانيه، تروح مثلا لبالدي، هياخد الكوره يحاول يعدي، ما عرفش يعدي هيقوم واقف وراجع ورا، نقوم راجعين ورا تاني.
فالجيم بيبقى بطيء 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 بطيء، لان مفيش حلول على اطراف الملعب. الحلول على اطراف الملعب هي حلول فرديه فقط، لازم اللاعب ياخد الكرة ويعدي واحد لواحد. بينما الوينج روتيشن هو واحد من اهم الاشياء. يعني مثلا بلاش سيتي، ارسنال بتلاقي الهجمه اللي فيها مثلا ساكا واوديجارد قريبين من بعض ومعاهم حد ثالث، بين وايت، لو بين وايت بيلعب باك رايت هتلاقي الثلاثه دول في واحد منهم بيفلت بالكوره، بعدين بيفلت بيها اما بالعرض ويشوط، او بالعرض ويرفع، او بالطول ويرفع. في حد احنا بنقدر نهربه بالكوره عشان نحطه في وضعيه جيده للعب العرضيه او للتسديد. في وينج روتيشن، في عمليه جماعيه. في برشلونه لا، هو عدي واحد لواحد، ما عدتش ما عندناش حاجه، انا اسف. بس تمبكتي بالنسبه لي هو افضل لاعب سعودي في الدوري السنه اللي فاتت. مش افضل لاعب سعودي في الجيل، افضل لاعب سعودي في الدوري بتاع السنه اللي فاتت. افضل لاعب سعودي لعب في موسم 22 23. افضل لاعب في الجيل هو سالم الدوسري وسلمان الفرج. بس انا يعني ممكن اميل اكتر لسالم شويه نظرا لاصابات سلمان الطويله يعني. في الجيل، ها، مش امبارح، مش النهارده، مش الاسبوع اللي فات، مش كذا. بس افضل لاعب الموسم اللي فات في ظني كان حسن. شرح تمبكتي افضل لو شرحيلي فاتح بسطة فول، حلوه دي يا يوسف. طب وشرحيلي افضل لو تمبكتي فاتح بسطة تميس. طب هما الاثنين افضل لو البليهي فاتح اي حاجه، بيت الشوايه. يعني خلاص بقى، ما احنا مش هنخلص يعني، فاهم؟ انا قلت لك ان تمبكتي افضل بالنسبه لي، فانت لا، يبقى تمبكتي افضل لو شرحيلي مش عارف بيعمل ايه. طب هيجي حد بقى يقول لك لا، تمبكتي وشرحيلي دول افضل لو البليهي مش عارف بيلعب كره طايره. وبعدين حد يقول لك لا، ده البليه ده افضل لو مش عارف مين ده بيلعب كرة ماء. مش عارف يعني، ما بنزهقش بقى يا جماعه من الكلام ده؟ مش الكلام ده خلاص بقى، المفروض تجاوزنا هذه المرحله، تجاوزناها المفروض، صح؟ انا بقول لك يا سيدي، تمبكتي بالنسبه لي انا كان افضل لاعب سعودي السنه اللي فاتت في الدوري. انت شايف حاجه تانية، اهلا وسهلا، مفيش مشاكل. مش هروح اتخانق معاك، مش هروح اقول لك بقى ده على اعتبار ان تمبكتي بيلعب العاب قوه، مش هقول لك الكلام ده. انت شايف حاجه تانية، تمام، رايك، مفيش مشاكل، عادي. ايه رأيك في الترند اللي ظهر مؤخرا بتاع انا مصري مش عربي، ورأيك بشكل عام في الهوية المصرية، وهل في تعارض ما بينها وبين الهوية العربية؟ انا شايف ان الناس مش عارفة تحل مشاكلها فبتخترع مشاكل جديدة بصراحة. يعني انا شايف يعني، ما علينا، بلاش اعقب على هذا الامر. انا بالنسبة لنا آه، بالنسبة لنا، ها، يعني انا لا احد للحكم على او لتوصيف الهوية المصرية يعني، او كذا او كذا. بس بالنسبة لمزاجي الشخصي يعني، الهوية المصرية دي هي الناس اللي كانت الناس اللي كتبت روايات زي نجيب محفوظ، الناس اللي عملت افلام زي وحيد حامد وعادل امام واحمد زكي واسماعيل ياسين قبلهم. الهوية المصرية هي النكت اللي احنا بنقولها مع بعض في الشارع، العامية المصرية باستخداماتها وتركيباتها المختلفة. الهوية المصرية هي خليط بين كل الأشياء دي بالنسبة لنا يعني. هكذا أنا أرى. أنا مش بقول إن هي دي الهوية أنا مش الشخص المسؤول عن تعريف الهوية المصرية يعني. بس الهوية المصرية بالنسبة لنا هي الكلام اللي بنقوله مع بعض، الافكار اللي بتطلع في دماغنا، الافلام اللي شفناها كلنا فقادرين نفتكرها مع بعض، او الروايات اللي احنا حتى لو ما قريناهاش بس من كتر ما هي اتشهرت احنا عارفين هي بتتكلم عن ايه، عارفين القصه فيها ايه، او عارفين شخصيه معينه بارزه في الروايه، او عارفين جمله اتقالت في الروايه. مسرحيات فؤاد المهندس، مسرح حتى محمد صبحي قبل ما يتحول الى عقيد شرطه الاخلاق، اغاني عمرو دياب، عبد الحليم، ام كلثوم، حاجات كتير قوي هي دي على بعض كده في الخلاط، هي دي الهوية المصرية بالنسبة لنا يعني. فهو الهوية المصرية دي كلها ناطقة بالعربية. ما قبل ذلك أنا ما عنديش فكرة عنه يعني، ما أعرفش. يعني درست تاريخ وأعرف، مش عارف حصل حاجات، بس أنا ما يعني، محدش يزعل مني يعني في هذا الأمر. أنا ما بصدقش تاريخ، مش تاريخ مصر لا، أي ما بصدقش التاريخ عموما.
تاريخ يكتبه المنتصرون والمنحازون. فانا بسمع التاريخ وهز راسي، لما حد يجي يقول لي مش عارف كذا وحصل كذا، تمام، بالتوفيق ان شاء الله. يعني بحب، يعني ممكن يكون ده حصل وممكن يكون ما حصلش، لا انا عارف ولا اللي بيحكي عارف. يعني انا اقدر اتاكد ولا اللي بيحكي يقدر يتاكد. ليه؟ لانه انت بتتكلم عن حاجات انت ما حدش فينا شافها، واتحكت لك عن طريق ناس ممكن يكونوا منحازين اللي هم بيحكوا عنهم دول. يعني انا بحب اضرب المثال ده. انا وانت دلوقتي قاعدين بنتفرج على ماتش كوره، نفس الحدث احنا الاثنين قاعدين بنتفرج عليه، احنا الاثنين شايفين نفس المعلومات. انا هخرج من الجيم ده عندي وجهة نظر، وانت هتخرج من الجيم ده عندك وجهة نظر. لو الجيم ده هو التاريخ وانا بكتب التاريخ وانت بتكتب التاريخ، فانا وانت هنطلع نسختين مختلفتين من التاريخ. وانا هبقى عاصرت المباراه واقدر اقول ده كان فلان الفلاني ده عاصر، ده كان موجود ده هناك، وانت برضه تقدر تقول على نفسك انك كنت معاصر وكنت موجود، وبالتالي انت عارف. خد بالك انا بتكلم عن مباراه كره قدم اللي هي حاجه تافهه جدا، ما بالك بقى باحداث وسنين وحكايات وروايات. وكان موجود هنا فلان الفلاني، ثم مش عارف جه الاحتلال العثماني، بعدين مش عارف الاحتلال الانجليزي، وبعدين مش عارف مش عارف مين، وبعدين مصطفى كامل واحمد عرابي ومش عارف. يعني انا درست في المدرسه وانا صغير، كان اول خلاف يحصل بيني وبين اي مدرس في حياتي. كنا بندرس قصه اسمها كفاح شعب مصر. في الاجزاء من القصه دي عن احمد عرابي. فالقصه ببساطه شديده شانها شان كل القصص يعني العربيه، اللي احنا كوطن عربي عندنا كلنا نفس المصيبه السوداء دي. ما دام بنتكلم عن شخصيه وطنيه ومحبوبه وبتاع، فالشخصيه ملاك ما بيغلطش، ما بيغلطش ولا يسيء التقدير ولا يسيء الفهم ولا يأتي بفكرة خاطئة، ما يعني ملاك. فلدرجة ان هو في لحظة في جزء من القصة ان الانجليز هجموا على موقع معين كده من مواقع المصريين. فأما الكاتب القصة تقريبا صعب عليه انه يطلع ان احمد عرابي خسر، قال لك وكان يعلم احمد عرابي بامر هذا الهجوم، ولكن احد القادة نصحوا بان هم مش هيهاجموا النهارده. يعني حتى لما خسر حاجة، لا ما ينفع، ده ما بيخسرش، ده احد القادة. طب مين هو احد القادة؟ ما قلتليش اسمه ليه؟ فانا قمت رافع ايدي للمدرس قلت له معلش، يعني هو الزعيم احمد عرابي يعني ممكن يكون شخصيه عظيمه وكل حاجه، بس هو ما بيغلطش خالص. يعني ما في يعني ما بيتغلبش، ما بيخسرش، ما بيسيء التقدير، ما بيبقاش عامل حسابه على حاجه ويحصل حاجه تانية، ما بيحصلش في يوم من الايام يعني انه غلط. الراجل اتعصب بقى كان يوم اسود من البنيله. فانا لا اصدق في التاريخ. يعني مش لا اصدق في التاريخ، يعني ما كانش في حد اسمه احمد، لا كان في حد اسمه احمد عرابي يعني. ايه بقى تفاصيل اللي حصل ما اعرفش. كان في حاجه اسمها الحرب العالميه الثانيه، اكيد ما فيهاش كلام دي، وكان في هولوكوست وكان في كذا وكان في موسوليني وكان في هتلر وكان في تشرشل وكان في بيرل هاربر كان في كل الكلام ده. ايه هي تفاصيل التفاصيل بقى داخل الاشياء؟ لا انا عارف ولا انت عارف ولا حد هيعرف، لان اللي هيحكي من وجهة نظر الطرف اللي هو عايز يبيض وجهه، هيحكي من وجهة نظر الطرف اللي هو عايز يطلعه بطل، او عايز يقلل من اخطائه، او عايز يعني دايما في شيء اسمه السردية. احنا بنفترض دايما ان اي حد كان موجود في مكان ما شاف حاجة، هو جاي يحكي لنا ايه اللي حصل. لا، هو جاي يحكي لنا زاويته من اللي حصل، سرديته الشخصية. تمام. يعني انا دلوقتي مثلا ساكن في الرياض، في الملجأ. تمام. في حاجة حصلت في الملجأ وانا كنت موجود، شفتها. لما اجي احكي لك اللي حصل، انا بحكي لك اللي انا شفته. انا ما كنتش حاطط مخرجين وكاميرات في كل مكان وعمال اعيد واعيدها لي اللقطه دي وهات لي اوف سايد ولا مش اوف سايد. انا هحكي لك اللي انا شفته، زاويتي من الموضوع. لكن اللي انا بحكيه لك ده ما هواش بالضروره كل اللي حصل، وما هواش بالضروره بيغطي كافه وجهات النظر. ده اللي انا شفته. فما بالك بقى بالتاريخ. الاحداث السياسيه اللي حصلت في مصر اخر 10 سنين، مش هقول لك بقى من 100 سنه و200 و300، اخر 10 سنين، اخر 10 او من 10 سنين، من 13 سنه. الاحداث السياسيه اللي حصلت في مصر من 13 سنه. انت لو ماشي في الشارع في مصر وقفت 5 اشخاص سالتهم هتاخد 5 اجابات، كلهم كانوا موجودين، كلهم عصروا الاحداث، كلهم شافوها. والنهارده بقى في انترنت وبقى في دوكيومنتيشن وكل حاجه بقت موثقه، ومع ذلك هتسال 5 اشخاص في الشارع هتاخد 5 اجابات غير بعض. احيانا في بينهم تضاد، يعني مش بس في بينهم اختلاف، ده احيانا في بينهم تضاد. والخمسه مش كدابين، كل واحد بيحكي لك ما يؤمن انه حصل.
ولذلك انا لا اصدق في التاريخ. نرجع بقى لموضوع الهويه المصريه. انا بالنسبه لي الهويه المصريه هي يعني واحد مثلا من اهم الناس اللي شكلت الهويه المصريه مثلا وحيد حامد. وحيد حامد بيتهيألي هو اكتر كاتب سيناريو. الجمل اللي قالها على لسان عادل امام مثلا او كذا بتتردد في الامثال الشعبيه، تعتبر كانها مثل شعبي قائم بذاته. البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت، طيور الظلام. احنا صغيرين قوي يا سيد، اللي كانت في الفيلم بتاع اضحك الصوره تطلع حلوه. هتلاقي الناس بتستخدمها كمصطلحات، ممكن يكون ناس بتستخدم المصطلحات دي وهم ما شافوش الفيلم، وده بيعبر اكتر عن مدى تاثير الجمله. يعني الجمله عابره للفيلم، عابره للفيلم. الفيلم نفسه في ناس شافته وتاثرت بيه، حبوه كذا 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 كذا. الجمله دي من جوه الفيلم عابره للفيلم، تاثيرها تجاوز تاثير الفيلم. الفيلم اتاثر مثلا في مليون بني ادم، الجمله يعرفها 10 مليون بني ادم. بلد بتاعت شهادات صحيح، 14 سنه خدمه في طبعا دي مش وحيد حامد، سوري، يعني دي عادل امام، بس ما اعرفش مين اللي كان كاتب. تمام. اغنيه ام كلثوم، اغاني لام كلثوم، عبد الحليم، عمرو دياب على مدار اخر 30 سنه، احمد زكي، كلنا فاسدون، فيلم ضد الحكومه. رغم ان انا ما بحبش الجمله بتاعت كلنا فاسدون دي، بس هي جمله عاب الفيلم. دي بالنسبه لي خليط كل هذه الاشياء. صوت ميمي الشربيني، صوت حماده امام وهو بيعلق، صوت محمود بكر وهو بيعلق، كل الحاجات دي خليط مع نجيب محفوظ طبعا. كل الحاجات دي مع بعض هي الهويه المصريه. فكل اللي انا عمال احكيه لك ده هو اشياء ناطقه بالعربيه. دي الهويه المصريه اللي انا اعرفها. هل الهويه المصريه دي هي شيء ثابت؟ لا، ما كان في قبل عادل امام وقبل ام كلثوم كان في مصر برضو موجوده. كان ايه شكلها ما اعرفش، ما عنديش فكره. وانا زي ما قلت لك ما بصدقش التاريخ، انا بعرف الحاجات اللي انا شفتها او تاثيرها وصل لي. يعني انا ما كنتش موجود لما ام كلثوم كانت اهم اسم في الوطن العربي، بس التاثير ده وصل لي. معلش اجابه طويله شويه، بس يعني اتمنى ان انا اكون جاوبت. آه، عادل امام. انا واضح ان السبيس بدات تاخد منحنى يعني مختلف شويه. لا، عادل امام واحد من اكتر الناس تاثيرا. يعني انا يعني هديك مثال بسيط. انا كشخص مصري ممكن اتكلم مع حد مغربي ويفهمني بسهوله، لانه يعرف يعني فاهم اللهجه المصريه من خلال ايه؟ مسلسلات وافلام ومسرحيات وبتاع. البطل الاول الاشياء دي كلها مين؟ عادل امام. مش هو الوحيد يعني، بس هو فانا لما بعرف اتكلم مع حد يفهمني، عادل امام ليه دور في هذا الامر. ده بقى التاثير. يعني زي نفس الجمله اللي انا كنت بقولها على عصام الشوالي مثلا. انا بشوف ان عصام الشوالي كان جسر انتقلت من خلاله العاميه التونسيه، اللهجه التونسيه. انا دلوقتي لما بسمع تونسي بفهم شويه، لان انا سمعت الشوالي كتير. وانا بشوف ان الشوالي تاثيره اكبر، يعني تاثيره ده اكبر بكتير من تاثيره المتعلق. تاثيره في نقل هويه، في نقل مش هويه سوري، في نقل ثقافه ومصطلحات. فانا بقيت فاهم دلوقتي التوانسه لو قال كذا يقصد كذا، وهكذا. اه صح، بيفكرني هنا برضو الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي. اه طبعا، طبعا الناس دي برضو شكلت جزء من الهويه. والناس دي برضو صوتها امتد خارج حدود مصر. مصطفى اسماعيل، عبد الباسط، وناس كتير مش عايز اقول اسماء وانسى اسماء يعني، بس دول برضو جزء من الهويه. طيب تاني، هحاول اشرح تاني موضوع كانسيلو ده. عشان بصوا يا جماعه، برشلونه من السنه اللي فاتت بيلعب 3 2 2 3 اللي هي لعبها في وقت كبير جدا جوارديولا وارتيتا وناس كتير. 3 2 2 3 3 2 2 3 بتاعت برشلونه السنه اللي فاتت كانت اراوخو في العمق، على يمينه كوندي، على شماله كريستيانسن. السنه اللي فاتت، مش بتكلم عن السنه دي. اراوخو في العمق، على يمينه كوندي، على شماله كريستيانسن، قدامه اتنين بوسكيتس وديونج، قدامهم اتنين بيدري وجابي. اللعيب الوايد اللي فاتح اقصى عرض الملعب يمينا كان ديمبلي اللي هو جناح، واللعيب الوايد اللي فاتح اقصى عرض الملعب يسارا هو بالدي اللي هو ظهير، وامامهم ليفاندوفسكي.
انسى مين ظهير ومين جناح، تعال نتكلم مين فاتح عرض الملعب، مين بيلعب باقصى طرف اقصى عرض الملعب. يمينا هو ديمبلي وشمالا هو بالدي. انسى ان ده جناح وده ظهير، هم دول اللي بيلعبوا باقصى طرف الملعب. في الطريقه دي مفيش ظهير ايمن، مفيش ظهير ايمن، في لعيب وكانه ثالث خط الدفاع ناحيه اليمين، مش ظهير ايمن. والزياده اللي بيزيدها بتبقى محسوبه جدا، مش زياده ظهير ايمن. اللي كان بيعملها كوندي، اللي كان بيعملها احيانا ووكر مانشستر سيتي، وهكذا. في هذه الطريقه مفيش ظهير ايمن اصلا، في اتنين لعيبه فاتحين عرض الملعب، واحد جناح وواحد ظهير. لو جه كانسيلو انا ما اعرفش هيتوظف فين. كانسيلو لو جه اما يتوظف واحد في الرباعي بتاع الوسط، غالبا الاثنين اللي قدام اللي هم بيدري وجافي، يلعب مكان واحد منهم، او يلعب جناح شمال، او برشلونه هيرجع يلعب 4-3-3، فيبقى في ظهير ايمن وظهير ايسر عادي بشكل طبيعي. تمام. لابورت، اتكلمنا عن لابورت. وش رايك في قساوه الجمهور على سالم الدوسري؟ والله انا يعني اتناقشت مع اكتر من حد اعرفه يعني اثق في رايه، واللي وصلت له في الاخر ان الموضوع ملوش علاقه بالكوره. يعني هو واضح ان شخصيه سالم مش مستحبه بالنسبه لجزء كبير من الجمهور، فده بيخلي الناس مش سهل عليهم يتقبلوا منه مستوى سيء مثلا. لكن في ظني الشخصي برضو ان الناس لو فصلت بين الشخص واللاعب هيعرفوا ان سالم لعيب نادر، نادر. يعني انا بالنسبه لي انا سالم ما بيضايقنيش في حاجه كشخص، لكن انا بتكلم كواحد مثلا من الجمهور وحصل اي موقف فهو اتضايق من سالم كشخص كانسان، اتضايق من تصرف عمله سالم. تمام، اوكي. افصل بقى بين الانسان واللاعب. تمام، لو فصلت بين الانسان واللاعب وبصيت لسالم كلاعب، لاعب نادر، نادر. فانت لو بتسالني ايش رايك في قساوه الجمهور، فده اللي انا سمعته من اكتر من حد انا اثق فيهم، يعني اكتر من واحد صديق هلالي انا اثق في ان هم ناس يعني مش عصبيين او متعصبين او بتاع، لا بيقدروا يشوفوا الاشياء بشكل يعني اهدأ نوعا ما. فكلهم اجمعوا على ان الموضوع ليه علاقه بتصرفات او تصريحات او كذا او كذا، حاجات بيعملها سالم، حاجات مالهاش علاقه بالكوره. بتخلي لما مستواه يقل، اللي هو ده شيء طبيعي بيحصل لكل اللعيبه، بس لما مستواه يقل بيبقى قدره الناس على التسامح مع الموضوع ده اقل بكتير من قدرتها مع التسامح مع ناس تانية. لكن سالم كلاعب نادر بصراحه يعني، لعيب. انا ما اعرفش مين الجناح السعودي اللي بيجمع بين الفاعليه في خلق الفرص، الفاعليه على المرمى، الالتزام الدفاعي، غير سالم. مش اكتر من سالم، لا غير سالم. يعني هتلاقي مثلا جناح زي عبد الرحمن غريب، متحرك مراوغ جيد بتاع، لا بيدافع زي سالم ولا هداف زي سالم. هتلاقي جناح زي عبد الرحمن العبود مميز جدا في انه يفتح عرض الملعب وسريع وكذا وكذا وكذا، لا بيدافع زي سالم ولا هداف زي سالم. هتلاقي دايما حد عنده حاجه، الوحيد اللي عنده كل حاجه هو سالم، الوحيد اللي عنده كل حاجه هو سالم، بالاضافه بقى للحضور الطاغي في المباريات الكبيره. شيء نادر، نادر. بس زي ما قلت لك الحب والكره الشخصي بيطغى دائما على والحقيقه ان لما في رايي برضو الشخصي يعني، لما الناس تدخل رايهم في اللاعب كانسان، يعني تمزج الناس تخلط بين رايهم في اللاعب كانسان ورايهم فيه كلاعب، ده بيجبر كل اللاعبين ان هم يبقوا منافقين. ما هو انت لو هتحبني عشان انا لطيف فانا هدعي اللطف دايما طول الوقت، فهنبقى كلنا منافقين. ولو انت هتكرهني رغم ان انا لعيب كويس لان انا بعمل حاجات كانسان مش كلاعب بتضايقك، ما فيش حد هيبقى صريح. عشان كده كلنا بنشوف لعيب مثلا بيلعب اخر سنه في عقده وعايز يجدد، فتلاقيه عمال يقطع التيشيرت ويبوس التيشيرت ويبوس الشعار ويعيط ويترمي على الارض وعايز يجدد، وهو عارف ان مشاعرك تجاه هذه اللقطات هتاثر في امكانيته انه يجدد او ما يجددش عقده، لان انت ما بتعرفش تفصل بين مشاعرك تجاه الشخص وتقييمك للاعب. حاجه بتتعمل من خلال القلب وحاجه بتتعمل من خلال العقل، انت بتقوم مزجهم الاثنين مع بعض
وبتقرر انك تحب اللعيب ده عشان هو لطيف، عشان هو طيب، عشان هو محترم، عشان هو منتمي، عشان هو جدع، عشان هو راجل، عشان هو حاجات مالهاش علاقه بالكوره. وبتقرر تكره لعيب تاني رغم انه في مميزات كتير جدا فنيا، لان هو دمه تقيل، بيتصرف بشكل سيء، مش ذكي اجتماعيا. كلمه مش ذكي اجتماعيا دي حط تحتيها خطوط كتير قوي، وهكذا. تالي انا طولت صح؟ تاني. طيب ماشي. في حاجة أنا اتكلمت فيها هتكلم فيها تاني وأقفل بعدها عشان بس نبقى خلصنا هذا الأمر يعني. أنت ما بتتكلمش على التحكيم في الاستوديو التحليلي، إيه اللي خلاك تتكلم عن النصر؟ تاني، أنا ما بتكلمش على التحكيم في الاستوديو التحليلي لأني مش عايز أفتح هذا الباب، لأنه مش هنخلص. لو علقت على لقطة هتبقى محتاج تعلق على كل اللقطات، فأنا ما بحبش أفتح هذا الباب. وبالتالي أنا ما اتكلمتش على التحكيم قبل كده ومش هتكلم على التحكيم بعد كده. اللي حصل في مباراة شباب الأهلي والنصر وشباب أهلي دبي، إن الموضوع كان أوفر لدرجة إن ما عنديش شيء فني أقوله. فريق ليه 3 ضربات جزاء في شوط واحد، فأنت لما تيجي تقول لي لماذا، هنفترض إن هو خسر، تيجي تقول لي لماذا خسر الفريق؟ لماذا خسر الفريق؟ إنه اتظلم تحكيميا ببساطة شديدة، نقطة. طب هل ما كانش عنده سلبيات؟ عنده سلبيات، بس فريق مصر كمان كان عنده سلبيات. كل فرق العالم عندها سلبيات، مش هي دي اللي خسرته. هو خسر بسبب أخطاء تحكيمية فجة مكررة كتير، بشكل يخلي التحليل الفني يفقد معناه. يفقد معناه فعليا، يفقد معناه. انت تسالني لماذا خسر النصر، فانا اقول لك مثلا ان الفريق ما بيضغطش بشكل كويس، ده حقيقي. ان الدفاع ما كانش بيمان مارك بيمسك المهاجمين بشكل، يعني دايما انا كنت اتكلمت عليها عنها حتى في الاستوديو، ان المفروض لو في مهاجم هينزل يسقط عشان يطلع الجناح، يعني انا نازل، انا مهاجم نازل اسقط عشان استلم واطلع الجناح، المفروض وانا بستلم المدافع يبقى حاطط صدره في ظهري مضايقني، عامل التحام جسدي معايا، مخليني مش قادر استلم براحتي او اطلع الجناح ده براحتي، يخليني مجبر، يخليني اصلا مشغول بان انا احافظ على الكوره. فاما افقد الكوره او ارجعها تاني، بدل ما كنت هعمل تمريره تقدم فريق، لا انا ارجعها تاني. ده ما كانش بيحصل. كان عنده سلبيات، كان عنده كل السلبيات دي، بس هل هي دي السبب انه يخسر الجيم؟ لا. الموضوع كان اوفر، مبالغ فيه جدا. والموضوع جاي بعد مباراه الاتفاق اللي كان فيه ضربه جزاء واضحه جدا في عصر الفار ما تعديش. فالموضوع بالنسبه لي كان مبالغ فيه جدا، يعني حاجه بتفقد التحليل الفني معناه. لو حصل بقى لقطه تانية في مباراه مش هتكلم، هتقول لي اشمعنى، هقول لك انا اسف. هتقول لي انت منحاز، هقول لك انا اسف انك شايف كده. هتقول لي ما انت لازم تتكلم، هقول لك لا مش لازم اتكلم عن كل حاجه، انا عملت استثناء واحد لان الموضوع كان مبالغ فيه جدا جدا. مبالغ فيه جدا ايه من وجهه نظري. ممكن تكون انت مختلف مع هذه وجهه نظري، تمام. بس انا ما كنتش بتكلم عن التحكيم ومش هتكلم عن التحكيم. دي حاجه جمله، دي حاجه اعتراضيه جدا لسبب انا شايفه كان استثنائي للغايه. لو انت طبعا مش شايفه استثنائي للغايه،